السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم الف وصفه وصفه. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم زعدوك تيجي خطير بنكهه ديال الشوا وبدون فرن بطريقه سهله ولذيذه بزاف. تيتحضر يعني بسرعه، ما تياخذش معنا الوقت بزاف وتيجي لذيذ. كنتمنى انكم تجربوه وندوزو على بركه الله نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات راه كلشي تعرف مكونات ديال الزعلو. كنحتاج 2 حبات ديال البتنجان، حاولوا انكم تكوهم بشي موس. غادي نحتاج 2 حبات ديال الفلفله حمراء تكون حمراء، 2 حبات ديال المطيشه. غنحتاج كذلك فصوص ديال الثوم والقليل من الزيت، وغادي نسدو عليهم على نار مهيله جدا تقريبا نخليهم 15 دقيقه. حاولوا انكم في الطيب تحلوا الكوكوط وتقلبوهم الجهه الاخرى. ما نديروا بدون ماء، راه غادي هما يطلقوا الماء ديالهم. من بعد غادي نقشروهم، غادي نوضعوهم في على مقلاة. غادي نحاولوا اننا نعكوهم كما كتلاحظوا معايا. ثم غادي نضيفوا فيهم التوابل. بالنسبه للتوابل غنحتاج القليل من الكمون، معلقه مملوءه من الفلفله حمراء، كذلك الراس ديال المعلقه ديال الحار، 2 معالق ديال المعدنوس، واللب ديال الحامض مسيل. وغادي نحتاج كذلك القليل من الكزبر اليابس، اختياري، الا ما عندكمش ممكن تستغنوا عليه. غادي نمعك هاد العناصر كامله وغادي نضيف فيه القطرات من الخل. غادي هي المرحله الاخيره، غادي نخلط العناصر كلها وغادي نقدموا الزعلوك ديالنا. تيجي رائع، تيجي لذيذ بزاف. انا متاكده انه غادي يصبح معتمد عندكم. وهذه هي الفتره ان شاء الله مع العيد كنحتاجوا اننا نرافقوا اللحم ديالنا بسلطات. كنتمنى انكم تجربوه، وما تنساوش دعم القناه باللايك والاشتراك وتبارطاجيو الوصفه مع الاهل ولا الاصدقاء ديالكم باش كتعم الفائده. والى الملتقى.